السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم لمسة كريمة القريفي. اليوم ان شاء الله غنصايب معكم لي شوصون ولا مملحات اللي كيجيو رائعين بزاف. كنتمنى تجربوهم. المذاق خطير والعجينه كذلك خطيره بزاف بزاف. كتوجد في واحد الوقت اللي هو قصير بزاف، 5 دقائق ما كنصرفوهاش في هذا العجين، وكيجي بدل العجين المورق كيجي بنين وما كيجيش زين بالزبده بحال العجين المورق، كيجي اكثر من رائع. كنتمنى تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا المقادير اللي هي بسيطه بزاف، وكيعطينا واحد الكميه اللي كثيره كيف كتلاحظوا معايا ما شاء الله. كنوجدوها في واحد الوقت اللي هو قصير. بالنسبه للعجين انا عندي الفيديو حطيته لكم قبل من هذا الفيديو هذا، وغادي نخلي لكم الرابط في اسفل الفيديو اللي بغى يستافد من هذا العجين السريع بزاف بزاف. بقاو معايا باش نشوفوا المقادير والطريقه. هنا كيف كتشوفوا معايا درت شويه ديال الزيت الزيتون في المقله ودرتها فوق النار بين ما طلع فيها شويه العافيه، وغادي نزيد عليها البصله ديالي وغادي نشوفوا المقادير مع الطريقه في نفس الوقت. هنا كيف ما ذكرنا درت الزويته وكندير فيها البصله. هنايا عندي واحد 3 ديال البصلات اللي هما كبار، صافي انا كنبقى نقلب البصله ديالي حتى كتنزل، وعاد غادي نزيد باقي المقادير. في هذا الوقت هذا غادي نزيد المليحه على حسب الذوق بطبيعه الحال، وشويه ديال البصل ضروري كنقلبو البصله ديالنا حتى كتنزل، وعاد غادي نزيد خيزو، وغادي نزيد الدجاج، غادي نزيد الحامض اللي هو مسير طارقي وقت كيعطيو في المذاق اللي كيجي رائع بزاف في التعميره هذه. وهنايا كنزيد الصدر ديال الدجاج اللي كيكون مقطع رقيق، كنزيد واحد 300 غرام ديال الصدر ديال الدجاج والكميه ديال الدجاج وديال البصله وديال التعميره، يعني كتبقى على حساب العجينه اللي عندنا، على حساب الحشوه ديالنا واش باغيين تكون كثيره ولا. صافي كنقلب الدجاج ديالي حتى كيدخل فيه الطياب، وعاد باش كنزيد باقي المقادير. صافي هنايا الدجاج ديالي كيدخل في الطياب. هنايا كنزيد واحد 6 ديال الحبات ديال الخيزو اللي كيكونوا مبشورين على هذا الشكل هذا، كيكونوا غلاط كيف كتلاحظوا معايا، وكنكون لكم واحد الشبيكه خليتهم كيستفروا من ديك الماء اللي كيكون فيه، لان الخيزو دابا كيف كتعرفوا الخيزو طري فيه الماء بزاف. صافي هنا الخيزو ديالي كيف كتشوفوا بدا كينزل. انا هنا ما كنزيد لا تحميره لا والو، كنكتفي غير بهذا اللوين ديال الخيزو حتى هو كيعطي اللوين اللي هو زوين. اللي بغى يزيد فلفله كيزيد فلفله الوان. صافي كنقادم الخيزو ديالي حتى كنحس به طاب باش غنزيد عليه الشعريه ديال الرز كيف غادي تلاحظوا معايا، والحامض اللي هو مسير والمعدنوس اللي كيعطيو في المذاق، كيعطيو المعدنوس كيعطي اللوين حتى المذاق. الحامض المسير كتعرفوا كيعطي مذاق اللي رائع بزاف. صافي هنايا كنكون درت الشعريه كما ذكرت معكم، درتها في الماء كيف كتعرفوا وصفيتها وقطعتها وكنزيدها على باقي المقادير. كما كتشوفوا اللوين ديال الخيزو كيعطينا اللوين بلا ما كنديروا حتى شي حاجه اخرى، كيجي اللوين ديالها هو هذاك. انا كنفضل هذا اللوين هذا، ما كنزيد حتى شي ملون اخر، ما كنزيد لا تحميره لا كركم لا والو. هنايا بعد ما كنكون خلطت مزيان العناصر ديالي كلها انسجمت، دابا غادي نزيد المعدنوس والحامض اللي هو مسير اللي كيعطي واحد المذاق اللي رائع بزاف بزاف، خصوصا هاد الحامض المسير كيجي مع الدجاج ومع البصله ومع الخيزو وهاد الفيرميسيل. صافي كنخلط مزيان صافي، كنطفي النار ونزيد شويه ديال الفرماج، اما مثلثات اما الفرماج الاحمر اللي كنكونوا حاكينه. صافي وكتكون الحشوه ديالي واجده. وهنا كيف كتشوفوا معايا بعد ما كتبرد الحشوه ديالي كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي بنينه. انا زدت فيها الفرماج غير ديال المثلثات وخليته حتى داب. وهنايا العجينه اللي كتشوفوا معايا، العجينه اللي شاركت معكم في الفيديو، غنخلي لكم الرابط ديال هاد العجينه. كتجي رائعه بزاف كيف ما شفتوا معايا في اول الفيديو، كتجي هشيشه كتهرس وكتجي بنينه وكتجي مورقه. ما نطولش عليكم،
هاد العجينه هذه الصراحه خطيره بزاف. دابا غادي نطلق العجينه ديالي كيف غادي تشوفوا معايا. وهذوك الحبيبات ديال الزبده اللي كنوصي عليهم دائما كيبقاو هكا في العجينه، يعني هادو هما اللي كيخليو العجينه ديالنا كتجي مرقه وكتجي هشيشه. صافي غادي نطلق العجينه ديالي وغادي نطبع بواحد المرشل اللي كيكون ما كبير ما صغير. وهنا بعد ما كنطلق العجينه ديالي كامله كيف كتشوفوا كتجي على هذا السمك هذا، ما كتجيش رقيقه وما كتجيش غليظه كيف كتلاحظوا، كتجي يعني هي هذيك. صافي هنايا كنبقى كنطبع العجينه ديالي كتجي على هذا الشكل هذا. كنطبع العجينه كامله وكنحاول ما نخليش يعني العجينه ما بين تقطع بحال هكا باش ما كيبقاش عندي العجينه ونعاودها بزاف. صافي كنستمر هكا في العجينه ديالي حتى كنقطعها كامله وكنرجع نجمع ديك العجينه اللي كتبقى ما كنجمعهاش، يعني كنخليها مسرحه باش ما كتسطواش معايا. صافي هاد العجينه هذه ضروري كنجمعوها وما كنطويوهاش كيف ما ذكرت معكم، كنجمعوها بحال هكا على بعضياتها كيف كنديروا العجين المورق تماما باش كنطلقوها وكتبقى معنا مزيانه. صافي كنخليوها هكا على جنب الا ما كنكملوا هادشي اللي قطعنا كنعمروه. صافي هنايا كتكون العجينه ديالنا كتجيب واحد الكاس ديال الماء، كندير واحد البانسو صغير هكا وكنبقاو كنفزكو غير واحد الطريف كندورو على العجينات اللي عندنا كاملين باش ملي كنعمرو كيجينا ساهل باش كنقلبوا هذيك العجينه كيف غادي تلاحظوا معايا. وهنا كنكون درت على العجينه ديالي كامله يعني كنفزكها بواحد الطريف باش ملي كنلصق العجينه ديالي كتلصق ما كتبقاش تزعزع معايا. كندير هنايا واحد الكميه ديال الحشوه كيف كتلاحظوا، يعني ما كنكثرش وما كتجي هي هذيك، يعني حسب العجينه حنا على حسب المرشم اللي قطعنا به كندور على القطع ديال العجين اللي عندي كاملين حتى كنعمرهم وعاد كنرجع باش كنلصق. وهنايا كنكون درت الحشوه في القطع العجينه اللي عندي كاملين كيف غتلاحظوا معايا كتجي سهله بزاف. كنتنيو يعني واحد الجهه على واحد الجهه وكتكون هذاك الماء اللي كنكونوا درنا هو اللي كيشد لنا العجينه دغيا. صافي هنايا كنستمر بحال هكا. هاد الطريقه هذه كنعمر بها واحد الكميه اللي كثيره في واحد الوقت اللي هو قصير، يعني ما كنعمرش غير العجينه غير بالوحده، كنعمر في مره كندير الماء في مره كندير الحشوه في مره كنشد عليهم بحال هكا وعاد كنرجع كنبرك عليهم بالفرشيط كيف غادي تشوفوا معايا. نكملهم كاملين وعاد نرجع باش غادي نبرك عليهم هكا بالفرشيط. وهنا كنكون كملت القطع اللي عندي كاملين كيف كتلاحظوا معايا. كندير الفرشيط ديالي في شويه ديال الدقيق وكنبرك على القطعه ديالي ديال العجينه بحال هكا حتى كنبرك عليها كامله مزيان. ولا جاتني ما مقاداش كنقادها بالمرشم باش كنكون قطعت العجينه كيف كتشوفوا معايا وكتجي مقاده هي هذيك كيف كتلاحظوا معايا كتجي على هذا الشكل هذا. كنستمر انا في العجينه ديالي كامله في هذه القطع حتى كنكمل العجينه ديالي ونتلاقاو بعد ما باش نديروا البيض وندخلوهم الفران يطيبوا. وهنا كنكون ساليت العجينه اللي عندي كامله والحشوه كيف كتشوفوا معايا. المملحات هادو يعني كيحطوا واحد الكميه اللي ما شاء الله عندي 3 ديال لاطات اللي كبار كيف كتشوفوا عامرين 3 عطاتني كميه ما شاء الله. هذا كيلو ديال الطحين اللي كيعطينا هاد الكميه ديال العجينه باش كنعمروا هاد المملحات اللي كيحطوا ما شاء الله. دابا غادي ندوز باش غادي ندير البيض. هنايا عندي 2 بيضات كيف كتشوفوا معايا. غادي ندير واحد المعلقه مغمرات ديال التحميره غير باش يجيني هذاك اللوين. وكندير صوص ديال الصوجه واحد المعلقه كبيره حيت عندي الصوص هذه خفيفه. وهنا كنطرب البيض مع هاد الصوص ديال الصوجه ومع التحميره مزيان. صافي انا كنكون نخلط البيض مع التحميره ومع الصوص ديال الصوجه كيجي بهذا الشكل هذا. دابا كنبقى ندهن المملحات ديالي كيف كتشوفوا كندهنهم مزيان كنخلي حتى شي بليصه كتبان باش كيجيوني في لوين واحد.
وكنزين اما بفرماج محكوك، اما كنزين بالمعدنوس، اما باي حاجه يعني كتكون في الدار هكا، ماشي بالضروره. واما كنخليوهم غير هكا كيجيو رائعين بزاف. الان فيهم كيجيو هشاش بزاف وكيجيو مورقين حسب الزعتر، كيجيو زوينين اللي كيعجبو المذاق ديال الزعتر. صافي كنستمر هكا حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله، ونتلاقاو بعد ما يكون الفرن ديالنا سخن نديروهم يطيبوا، ونتلاقاو نشوفوا الشكل ديالهم كيفاش جا كيف ما شفتوا معايا في اول الفيديو. وهادو هما المملحات ديالي ولا الشاصون ديالي، كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو مهرسين كيف كتلاحظوا، كيجيو العجينه ديالهم كتجي مهرسه هشيشه بزاف بزاف بزاف، كتجي اكثر من رائعه. كنتمنى تجربوا هذا الفيديو، تجربوا هذه الوصفه هذه، لا بالنسبه للحشوه ولا بالنسبه للعجين اللي هو سهل بزاف بزاف. شكرا بزاف على الدعم ديالكم. ما تنساوش اللي عجبتكم الوصفه تشتركوا في القناه وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء. ورمضان مبارك سعيد، وكل عام وانتم بالف خير، وتصوموا ان شاء الله وتعاودوا بالصحه والعافيه. تلقاو فيديو جديد وصفه جديده. مع السلامه.